انا ما اقدر عاد يا جماعه اخلص هاي الحلقه بدون ما اتحكى عنه. كم حلقه اجلته ما يمديني الوقت، بس هالمره عاد انا لو ببوق الوقت بوق بتحكي عن الدعي عبد الحميد عباس دشتي. لان لما صارت احتفاليه مرور سنه على تجمع الفاتح طلع هذا الدشتي وقال مهرجان الزار. سمى هذا المهرجان الشعبي الحاشد بمرور سنه على التجمع اللي اعاد المعادله البحرينيه الى وضعها الطبيعي. سمى احتفاليه مرور سنه على التجمع مهرجان الزار. تعرف من هو اللي عنده الزار؟ عبد الحميد دشتي هذا اللي طلع لنا فجأة كذي شق القاع وقال انباع. هذه من وين جاي؟ عبد الحميد دشتي انت طالع الحين اللي تحكي عن الفساد وتحكي عن الظلم وتحكي عن المذهبية وتحكي عن انت بروحك عليك 600,000 قضية نصب واحتيال، عليك 600,000 دينار تشيك بدون رصيد ما اعطى حقها واحد من هلك. تذكر واسم الشخص عندي ومن هلك ومن عائلتك، ورقم القضية كهوة مسجل عندنا. رقم القضية 2520 لسنة 2004 المقيدة برقم 89 لسنة 2004، وفيه الحكم يقول انت طبعا عطيتها الفلوس عقب يوم خفت من السجن، طلعت الفلوس من البقشة اللي عطوك الربع وعطيتها، لكن قالوا لك ما ترجع مرة ثانية، يعني تحذير على أن لا يعود لهذا الفعل مرة أخرى. هكذا صدر الحكم، ولذلك أنت الحين عليك طعن في عضويتك في مجلس الأمة بسبب هذه الشيك. مو بس هذه الشيك، طبعا أنت تتذكر الخيام اللي بكتهم وتكلم عنهم النامي. كنت ضابط في الجيش وبكت خيام وعطيتهم واحد من هلك علشان يحطهم في حملته الانتخابية عدل، وقاعد في بيتك اللي في سوريا تفتخر ان عندك بدله مالت جندي اسرائيلي ما اعطاك اياها سيدك حسن نصر الله، وكل واحد يدش بيتك رويته البدله. والظاهر حسن نصر الله عنده بدلات ومفصلينهم هناك في حاره تحريك، ويقول لكم هاي مالت اسرائيلي، وياخذ منكم المعلوم ويقول لكم هاي مالت اسرائيلي، وهو خياط مال اللي على الدتشه من هناك يم بيتهم يفصلهم. ايش دراكم انه مالت اسرائيلي؟ سوى لكم بدله مالت الجيش الاسرائيلي عند هناك الخياط اللي خبركم، وقال لكم هاي، وكل واحد يروح له يعطى هذه البدله. وعبد الحميد دشتي مستانس بها، هذه وهذه 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 بدله عبد الحميد دشتي. كل خطاب يطق لنا تحيات على الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت بذكرك بس بعمارة شارع الخليج في الكويت، تذكرها؟ ترى تشهد على أفعالك وبس. نقطة على السطر، نقطة على السطر عبد الحميد دشتي. ولا عندي الأشخاص والله العظيم عندي، أقسم بالله في هذا البرنامج عندي العمارة الطويلة اللي في شارع الخليج، تذكرها؟ 2002 2003 وما بعدهم لين انقلبت بس خلاص. عبد الحميد دشتي ليش يمدح في سوريا ويدافع عنها؟ عبد الحميد دشتي ليش يقول عقب ما انقلب؟ بعد خلينا نكمل السالفه مره واحده. عقب ما انقلب عبد الحميد دشتي وصار مع حزب الله كانت زوجتك سوريه وليكن، بس مو بنت اخت ما ادري من تقول اخت زوجة بشار، لا هكي للحين في الكويت، للحين في الكويت قاعد عقب ما طلقتها. لكن يوم طلقتها من خت لبنانية من الجنوب، تتقرب بهذه اللبنانية من الجنوب عشان تناسب يا زعم حسن نصر الله انك خت وحدة من صوبهم وجبتها البحرين، وكانت اقامتها لمدة شهرين في الكويت، واتصلت بناس من العائلة الحاكمة في البحرين يعرفونك قبل لا يكتشفون ارتباطك مع الولي الفقيه والدولة الصفوية والنظام الصفوي، وقلت لهم من افضلكم واحسانكم يدخلونها البحرين لما يدخلونها ما عندها اقامة لان اللي عندهم اقامة مجلس التعاون وهم مو بابناء مجلس التعاون، القانون يقول يدخلونهم. قلت
في الدول. هي كان لها شهرين قالوا لك يدخلونه ويبته. وقبل لا تي بس بسألك سؤال، ليش قلت لهم يروحون يطالعون اسمك ممنوع من الدخول في البحرين أو لا، وممنوع من دخول مجلس التعاون؟ ذاك الوقت أنت ما صرت ناشط سياسي مع إيران، ما كشفت عن وجهك ولم تسقط القناع، كنت خايف أن عليك أمر إلقاء القبض عن شيك بدون رصيد، والكويت خفت أنه يمعمم على الانتربول إلقاء القبض عليك أو على مجلس التعاون، وقالوا لك ما في هالشيء، ودخلت البحرين هني. يوم يصير الغزو على الكويت وين رحت؟ كل الخليجيين اللي راح السعودية، اللي راح قطر، اللي هي البحرين، اللي راح عمان، اللي راح الإمارات، وبعضهم راحوا بعض الدول العربية. أنت من القلة القليلة المرتبطة اللي راحت إيران، حق أسيادك رحت وقعدت في إيران، ومن هناك صارت تشبك وبديت تلبس قناع وبديت تشتغل حق الولي الفقيه والنظام الإيراني، وتدافع عن النظام الإيراني وتسبسمل وتحوقل، وشهادة العمارة في شارع الخليج تشهد عليك وعلى أفعالك. وهنا نبي نقول بعد عن اللي كتبه فؤاد الهاشم، عن الشخص اللي كتب عنه فؤاد الهاشم أن المخابرات السورية صورته في أوضاع مشينة. عدل؟ هذه كلها موجود. عبد الحميد دشتي له مصالح رسمية ومالية قوية مع النظام السوري، عنده شركات وعنده مصالح هناك تجارية ضخمة جدا جدا، وأعطوه تسهيلات بتوصيات من الولي الفقيه وبتوصيات من حزب الله أن يعمل في سوريا، ولذلك هو يدافع عن سوريا ليس حبا في بشار، لا لا لا، خايف على مشاريع التجارية الضخمة، مشاريع التجارية الضخمة. وبعد عليه قضية، هو بعد للحين عليه قضية في شركة العقيلة اللي هو رئيس مجلس إدارتها في الكويت، شركة عقارية، عليه قضية مشتكين عليه بعد فيها عبد الحميد دشتي، وما زالت عند القضاء، لكن عنده مشاريع ضخمة. ولو يمدين الوقت أنا قلت لكم مشاريع الضخمة في سوريا، عنده منتجعات وعنده فنادق وعنده أراضي وعنده. ولذلك لما حدثت الثورة في سوريا خاف على فلوسه وخاف على مشاريعه وخاف على منتجعاته وخاف على أمواله، ووقف مع بشار خوفا على هذه الأموال الضخمة الموجودة في سوريا، وليس حبا في بشار. يعني حتى لو كان واحد غير بشار بعد بيوقف معاه، لأن فلوسه هناك موظفة، لأن التسهيلات اللي عطوك إياها ما عطوها حق واحد سوري ولا حق واحد عربي. ليش؟ لسواد عيونك ولا لأن هناك توصية من الولي الفقيه؟ جاوبني. كان مشروعه بينتهي، مشروعه الكبير التجاري، فجاءت الثورة فعطلته، ولذلك هو يحقد حقدا أعمى على الثورة في سوريا، ويدافع دفاعا مستميتا عن سوريا حفاظا على مشاريعه. معطينا 460 ألف متر مربع معطينا هناك، وبيسوي كان فنادق، فندق 4 نجوم 370 غرفة وأجنحة ومواقف للسيارات وحدايق وألعاب للأطفال ومولات، وبيسوي بعد عنده شبه جزيرة فيها 280 غرفة و10 أجنحة، وإنشاء قرية سياحية على مساحة 130 ألف متر مربع تشمل جزءا من الشقق السكنية والمطاعم التجارية، ويستوعب 180 مرسل اليخوت. ويقول بعد أنا دخلت سوريا واقتنصت الفرص. شوف كلمة اقتنصت، بس حط عليه هذي. وبعد بيأهل هناك قلعة طرطوس الأثرية وبيستخدمها له في مشروع تجاري. وهكذا هو كان مشروعه، مشروع ضخم غير طبيعي. وعنده هناك أيضا مكاتب للمحاماة في سوريا في أفخر المناطق، وعنده اسطبلات في سوريا، وعنده أيضا شقق في سوريا في أفخم المناطق، وعنده أيضا فلل في سوريا في أفخم المناطق. والرجل سوريا مقدمة له تسهيلات لم تقدمها لأحد غيره. ليش؟
سواد عيونك، ولا لأن القصة غير، ولا لأن القصة مختلفة، لأنك تمثل الولي الفقيه، ولأنك تمثل وأنك جاي بتوصية من حزب الله. هذه هو قصة حقده على البحرين ضمن العمل للولي الفقيه ولحزب الله وتدخلاته في البحرين. وبقول لكم شيء، يقول النبي البحرين، يمكن وقت إذاعة هذا البرنامج هو يكون قال إن أنا باي البحرين، ترى البحرين ما تبيك ولا شعب البحرين تشرف بك عقب ما قلت هالكلام عن قادتها ورموزها، ولا أحد يشتهي يشوف شكلك ولا وجهك في البحرين، لأنك أنت خائن للعروبة وموالي للفرس وموالي للصفوي وتشتم في العروبة. وعندما خفت أنك أنت تضيع رحت لهم من 1990 أيام الغزو وقعدت عندهم هناك. هذه عروبتك، شردت من بلادك بدل ما تدافع عنها ورحت جلست عند الولي الفقيه يحميك، وتقبل يد نصر الله وتشتم في البحرين العربية وتقول جواع اللي قاعدين في الدوار ما عندهم كسرة خبز، وتعمل مؤتمرات ضد البحرين أنت وشلبي الذي سرق بنك البتراء، وأنت يبني القضايا اللي عليك. هذا أنت وهذه حدودك وهذه مجالك، ما عندك أكثر، يعني ما عندك أكثر. القضايا اللي رفعتها عليك شركة العقيلة، القضايا اللي مرفوعة عليك ب600 تشيكين ب600 ألف دينار، واحد دفعته وواحد للحين. القضايا اللي تشكك في أهليتك لأن تكون نائبا، جايب الدستور الكويتي وحاطه توزعه ذاك اليوم، الدستور السوري عفوا مو بالكويتي، الدستور السوري توزعه. القضية مو قضية دستور، القضية قضية عمل بالدستور، القضية قضية تنفيذ للدستور. ورا ما طلعت لك بيان يقول يا بشار أوقف مذابحك، كل يوم 40 و50 و60 و70 قتيل و70 شهيد و70 ضحية و80 طفل و90 طفل يسقط في سوريا، ما انتخيت ولا استحيت، وياي تقول البحرين يسقطون فيها ضحايا. لكن شو أقول يا دشتي، الفلوس عمتك، سيدك خامنئي عماك، ولاؤك للصفوي عماك. انت ما عندك عروبة ولا عندك ذات ولا عندك نخوة، ولا تتكلم عن العروبة. وقاعد بس حط ذي اللقطة إذا في مجال، قاعد يدور بمجسم ما يسمى كان قبل بالدوار أنت وصالح عاشور. هذه المجسم صار صنم تعبدونه يا عبدة الأصنام، تدورون به من مكان لمكان هالصنم وتقدمون له الولاء كنكم أيام المشركين. هذه الدوار ركعوا له، بعد المجسم ذي ركعوا له. هذا اللي قاصر صار عندكم، تقدسونه وتدورون به وتسافرون به وتجيبونه وكل واحد حاطه في بيته. الله حرمكم، الله حرمكم من البحرين أنت وأسجادك الصفويين.